والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية إخواننا نرحب بكم أهلنا أحبابنا أهل الجيش عامة والشيخ حمد عزات وأخونا أبو محمد وإخوانه وأحبابه وأقاربه وأبنائه والعمومة وأنسبائهم جميعا خاصة. نرحب بكم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا إن شاء الله. حياكم الله وبياكم. يقول سبحانه وتعالى: ومن الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الجمعة وهذه الجهة الطيبة المباركة حتى نتعارف وحتى نتآلف وتتقارب القلوب إن شاء الله. نكون مع أهل جريش، ولذلك عائلة مع عائلة. أهلنا إحنا آل بدوي بنرحب بآل عواد وأخونا أبو محمد وإخوانه جميعا، وآل جريش عامة. نسأل الله تعالى أن تكون المودة والمحبة والتعارف والنسب أيضا في المستقبل إن شاء الله بيننا وبينكم. يقول سبحانه وتعالى: من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة والرحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ويقول رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عريض. وفي رواية كبير. نحن نتوسم في أخونا أحمد الحبيب الدين والخلق إن شاء الله لابنتي تقى. نسأل الله تعالى أن يكون هذا البيت بيت الزوجية على الدين وعلى الأخلاق، ونسأل الله تعالى أن ينجب منهم ذرية صالحة إن شاء الله يربون أبنائهم على الدين وعلى الخلق وعلى حب فلسطين. فنحن أيها الأخوة الأحباب أهل فلسطين عندنا جراح. أهلنا غزة وأحبابنا في غزة يقتلون يذبحون في هذه الحرب العالمية، حرب الإبادة، حرب التجويع، حرب التهجير. لكن رغم الجراح لابد من الأفراح. هذه سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أن نفرح على سنته، أن نقيم أعراسنا على سنته. السنة والأعراس ليست بحفلات ورقصات وإلا غير من الغناء، وإنما تطبيق السنة، وهي عقد القران وتأسيس بيت زوجي على الإيمان وعلى التقوى. نسأل الله تعالى أن يكون أخونا أحمد وابنتي تقى على هذه الشاكلة وعلى أخلاق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندما كون حبيبنا محمد بيت أساس كان هو وزوجته خديجة في البداية، ثم زوجته عائشة رضي الله عنهم جميعا. نسأل الله تعالى أن يكون هذا بداية خير وفتح خير على هذا الأساس وعلى هذه الجمعة المباركة. نقرأ سورة الفاتحة على نية التوفيق. جزاكم الله خيرا.